عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الآن أكون أمامكم جميعا أريد أن أشرح مقالتي تحت الموضوع دراسة مقارنة إدارة الكفاءة على التعلم بين خريجي المدارس الداخلية وغير الداخلية بقسم تعليم اللغة العربية. أولاً سأشرح لكم مشكلة البحث في هذا البحث. الطلبة قبل دخولهم إلى مرحلة الجامعية كان بعضهم درسوا في المدارس الداخلية وبعضهم درسوا في المدارس غير الداخلية. الطلبة الذين يدرسون في المدارس الداخلية خلال 24 ساعة هم تحت إشراف المعلم، وهم يعلم ليصبحوا أفراد مستقلين في فعل كل شيء، وكذلك لينمو كفاءتهم. وأما الطلبة الذين يدرسون في المدارس غير الداخلية فهم 7 ساعات فقط تحت إشراف المعلم، ولا يستطيع المعلمون مراقبتهم أكثر من ذلك. لذلك لا يستطيع المعلم صقل كفاءة الطلبة. لذا بعد دخولهم إلى مرحلة الجامعية هل تتكون كفاءتهم أثناء الدراسة في المدارس الداخلية والمدارس غير الداخلية يؤثر على قدراتهم في تنفيذ إدارة الكفاءة على التعلم. هذا هو مشكلة في هذا البحث. الآن ننظر هدف البحث. يهدف هذا البحث إلى التعرف على فرق في إدارة الكفاءة على التعلم بين خريجي المدارس الداخلية والمدارس غير الداخلية بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بند أكي. طيب، أما العين في هذا البحث هي طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيري من دفعة 2015 حتى دفعة 2018، ويبلغ عددهم 228 طالبا. من عدد المجتمع يبلغ عددهم 837 طالبا. والآن ندخل إلى طريقة كتابة هذا البحث. أن منهج البحث المستخدمة في هذا البحث هو طريقة الكم، يعني باستخدام comparative research، يعني بين الطلبة خريجي المدارس الداخلية والطلبة خريجي المدارس غير الداخلية. أما تكنيك في جمع البيانات في هذا البحث يعني تكنيك استبيان أو المعروف استبانة. وأما طريقة تحليل البيانات في هذا البحث يستخدم تكنيك تحليل البيانات أحادية متغير أو يونيفاريات وثنائي متغير أو بفاريات من خلال تكنيك UGT to sample independent.
طيب، الآن ندخل إلى نتائج البحث. أما نتائج البحث في هذا البحث، أولا بين خريجي المدارس الداخلية والمدارس غير الداخلية بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بند أعشى، يوجد فرق كبير في إدارة كفاءة التعلم، حيث تكون إدارة الكفاءة التعلم الطلبة خريجي المدارس الداخلية أفضل من الطلبة خريجي المدارس غير الداخلية. ولم ننظر إلى كل جوانب من هذا البحث. وجد اختلافات في متوسط درجة كل جانب من جوانب إدارة الكفاءة التعلم بين خريجي المدارس الداخلية ومدارس غير الداخلية. أولا، جانب المتحكمة الذاتية، أو في إنجليزية نقول controlling. أن الطلبة خريجي المدارس الداخلية تفوق بفارق متوسط 0.08. وثانيا، جانب تنظيم الذاتي، أو في اللغة الإنجليزية organizing. الطلبة خريجي المدارس الداخلية تفوق بفارق متوسط 0.17. وجانب القدرة على تسهيل أنفسهم، أو في إنجليزية نقول facilitating. الطلبة خريجي المدارس الداخلية تفوق بفارق متوسط 0.13. وآخرا، جانب التحفيزي، أو في إنجليزية نقول motivating. الطلبة خريجي المدارس الداخلية تفوق بفارق متوسط 0.06. طيب، الآن ننظر إلى رسم البيان عن فرق في متوسط إدارة الكفاءة التعلم بين خريجي المدارس الداخلية والمدارس غير الداخلية. أولا ننظر إلى motivating. هناك ثم ننظر إلى facilitating هذا، ثم ننظر إلى organizing، وننظر إلى controlling. من كل هذا نستطيع أن نستنتج أن الطلبة خريجي المدارس الداخلية أفضل من الطلبة خريجي المدارس غير الداخلية. يعني هذا الطلبة خريجي من مدارس غير الداخلية، وهذا الطلبة خريجي من مدارس الداخلية. يمكن هذا فقط صراحة من مقالتي. وآخرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.